مرحبا بكم في أطلس تايمز، صوتكم ومرآة مجتمعكم فين ما كنتو وكيف ما كنتو. كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير. وحنا اليوم جينا باش نغوصوا في واحد الموضوع كيهم كل دار مغربية، موضوع كيقيس الكبدة والقلب وكيعاود يرسم لنا ملامح العلاقات الإنسانية فاش كتدخل فيها ظروف الموت والفراق، وكيفاش كيتعامل بنادم مع الابتلاء، سواء كان مرض في الذات ولا مرض في القلب بسبب الفقدان. القضية اللي بين يدينا اليوم ماشي غير قصة عابرة، هي مراية كتعكس لنا الصراع الأزلي بين حق الحي في الحياة وحق الميت في الذاكرة، وبين رغبة الأب في الاستقرار وخوف الأولاد من مرات الأب اللي في الثقافة الشعبية ديالنا ديما محفوفة بالشكوك والمخاوف. ولكن قبل ما ندخلوا في عمق هاد الرمانة اللي تفرقعات، لازم نوقفوا عند السياق العام اللي كيعيشوا هاد الناس واللي بان لنا من خلال تتبع دقيق الأحوال ديالهم. البداية كانت مع صورة كتوجع القلب، صورة ديال المرض والعياء اللي طيح غزلان وعبد السلام للخراش. هاد الكوبل اللي ولفنا نشوفوهم ناشطين، دابا الرواح والمنزلة دايرة فيهم ما بغات. وهنا كيبان لنا الوجه الحقيقي ديال الضعف البشري، فاش بنادم كيكون مهدود وما قادش يهز الراس، تما فين كيحس بقيمة الوانيس وبقيمة اللي وقف معاه ويعطيه غير كاس ديال الماء. عبد السلام وخا مريض كيحاول يواسي، وغزلان وخا العياء شاد فيها كتحاول تبتسم. وهذا المشهد البسيط ديال المرض كيخلينا نفهموا علاش الراجل فاش كيكبر وكيمشي ليه الشريك ديال حياته كيولي يحس بواحد الفراغ قاتل، فراغ ما يقدر يعمرو لا ولد ولا بنت، حيت الولاد غيديروا ديورهم والبنات غيمشيو لحياتهم، وكيبقى هو بوحدو كيصارع الوحده والبرد ديال الحيطان. وهذا الشيء بالضبط هو اللي كيعيشو محمد الحساكي، اللي ولات قصته حديد الساعه، الراجل اللي فقد الزوجه ديالو المرحومه فاطمه الله يرحمها ويوسع عليها. لقى راسو قدام واحد المفترق طرق صعيب بزاف، واش يكمل حياته بوحدو على قبل ولادو وذكرى مرته، ولا يقلب على شريكة حياة اللي تونسو في شيخوخته وتهز معاه الحمل ديال الدار والتربية، خصوصا وأن عنده طفل صغير باقي محتاج الرعاية ديال الأم. وهنا فين نط القيامة. وحنا في أطلس تايمز ملي حللنا الخيوط ديال هاد القصة، لقينا راسنا قدام واحد تراجيديا عائلية بامتياز، تراجيديا الأبطال ديالها كلهم ضحايا، وكلهم عندهم الحق من وجهة النظر ديالهم، ما كاينش ظالم ومظلوم، كتصرف بطرق مختلفة. من جهة كاين الأب سي محمد اللي كيشوف أن الزواج حق مشروع، وأن الحياة ما كتوقفش عند الموت، وأنه محتاج المرأة في دارو، وهذا الشيء ماشي عيب ولا حرام في شرع الله ولا في العرف ديالنا. الراجل المغربي خصوصا في المناطق اللي مازال محافظة شوية كيشوف أن الدار بلا مرأة بحال الجسد بلا روح، وكيعتبر أن وجود الزوجة هو ضمان الاستقرار. ولكن من جهة أخرى كاينين البنات وعلى رأسهم ملاك اللي في الجرات قنبلة من العيار الثقيل في ذاك الاتصال الهاتفي. البنت كتهضر بفرقة وبحرقة، كتقول لباها بلسان الحال والمقال: تزوج إلا بغيتي، ولكن حنا ما غنبقاوش معاك. هاد الجملة حنا ما غنبقاوش معاك ماشي سهلة، هي تهديد مبطن بالهجران، وهي في الحقيقة صرخة ديال الخوف من أن هاد المرأة جديدة غتجي وتحتل بلاصة مهمتهم، غتجي وتمحي الذكريات اللي بقات في كوان الدار. البنت ملاك كتعبر على واحد العقدة نفسية متجذرة في المجتمع ديالنا، وهي صورة مرأة الأب الشريرة. واخا الواقع يقدر يكون مختلف، واخا هاد السيدة اللي غتجي تقدر تكون بنت ناس وتخاف الله فيهم، ولكن الخوف من المجهول هو اللي كيحرك هاد الرفض القاطع. البنت باقي الجرح ديال موت امها خضر باقي ما براش، وكتشوف أن زواج باها هو خيانة لديك الذاكرة، هو نسيان للعشرة، وهذا الشيء علاش قالت ليه ما قدرناش ننساو ماما. وهنا كيبان لنا الصراع النفسي الكبير، الأب باغي يعيش الحاضر والمستقبل، والبنات باغيين يحبسوا الزمن في اللحظة اللي كانت فيها ميمتهم عايشة. التجاذب كيخلق واحد الشرخ كبير في العائلة، وكيخلينا نتسائلوا: واش الأب أناني حيت باغي يتزوج، ولا البنات هما اللي أنانيات حيت باغيين باهم يبقى عايش على الأطلال؟ الجواب صعيب، وحنا فاش كنحلوا كلام الناس اللي قراب من هذا الملف كنلقاو أن المنطق كيقول أن الحي أبقى من الميت، وأن الراجل مازال صغير وقادر يعطي، وعنده ولد صغير محتاج اللي يقابله. راه صعيب الراجل يربي الدري الصغير بوحده، يطيب ليه ويغسل ليه ويقابله. الراجل تكوينه النفسي والاجتماعي ما كيسمحش ليه يلعب دور الأم والأب في نفس الوقت بكفاءة عالية والمدة طويلة. ضروري غيعيا وضروري غيحتاج للمساعدة، ولكن واش البنات قادرات يفهموا هذا الشيء؟ صعيب الحال، حيت العاطفة دابا هي اللي مسيطرة. ملاك ملي كتهضر كتحس بها كتهضر بصوت الطفلة اللي يتموها الظروف، وكتحس براسها بوحدها، كتقول حسيت براسي بوحدي. هاد الجملة خطيرة بزاف، كتعني أن الأب واخا كاين راه غايب عاطفيا،
ولا هي كتحس باللي هو غايب حيت باغي يدخل شريكة جديدة. وهنا كنوصلوا لواحد النقطة حساسة في المجتمع المغربي، وهي التدخل العائلي. القضية ما بقاتش بين الأب وبناته، ولات قضية رأي عام، وهذا الشيء كيزيد يعقد الأمور. الضغط الاجتماعي كيرجع المسألة ديال التفاهم مستحيلة. الأب كيولي يحس براسو محاصر، واش يرضي رغباته واحتياجاته ولا يرضي بناته وكلام الناس. والبنات كيحسوا براسهم في مهمة مقدسة للدفاع عن إرث الأم، وكأنهم في معركة. والضحية الأكبر في هذا الشيء كامل هو داك الدري الصغير اللي باقي ما فاهم والو، واللي مصيره معلق في هاد التجاذبات. باغي يتزوج باش يلم الشمل، باش الدار ترجع فيها الروح، ولكن البنت الرفض ديالها قاطع. مستحيل نعيش مع امرأة أخرى. هاد العناد ماشي نابع من قسوة القلب، بالعكس هو نابع من فرط المحبة للأم ومن الخوف من فقدان المكانة. البنت في غياب امها ولات هي مولات الدار الرمزية، ولات هي اللي كتحس بالمسؤولية. ودخول امرأة أخرى كيعني بالنسبة لها إزاحة من هذا الدور، كيعني أنها غتولي غريبة في دار باها. وهذا الإحساس هو اللي كيخليها تقول نخرج نكري ولا نمشي، المهم ما تشوفش امرأة أخرى في بلاصة امها. وهذا الشيء كيحيلنا لواحد الظاهرة ولات كتكثر في مجتمعنا، وهي سلطة الأبناء على الآباء. شحال هادي كان الأب فاش كيقول كلمة ما كطيحش الأرض، دابا ولينا كنشوفوا الأبناء كيناقشوا وكيهددوا وكيفرضوا شروطهم. وهذا الشيء عنده إيجابيات وسلبيات. الإيجابي هو الحوار، والسلبي هو فاش كيتحول الحوار لابتزاز عاطفي. فاش البنت كتقول لباها إلا تزوجتي غنخليك، راه كتحطو في موقف لا يحسد عليه، كتخيرو بين راحته وولادو، وهذا خيار أمر من الحنظل، وكيخلي الراجل يعيش في جحيم ديال تأنيب الضمير. دابا علاش هاد القصة خرجت للعلن وعلاش الناس مهتمين بها؟ حيت كتمس كل واحد فينا. كل دار فيها يتيم ولا أرمل ولا شي حد كيعاني من الوحدة. وقصة سي محمد وبناته هي قصة كل أسرة مغربية كتعيش مخاض الانتقال من جيل لجيل ومن عقلية لعقلية. ومن خلال أطلس تايمز بغينا نقولوا كلمة حق، راه ما كاينش شي حد كيبغي الشر لولادو، وداك الأب اللي باغي يتزوج وباغي يكمل دينه ودنياه. والزواج راه حصن وسكينة، والبنات خاصهم يفهموا أن حبهم لأمهم الله يرحمها ما كيعنيش أنه يدفن راسه معاها في الحياة. الوفاء الميت كيكون بالدعاء والصدقة وحسن التربية، ماشي بتعذيب الحي. وبالمقابل الأب خاصو يراعي مشاعر بناته ويعطيهم الوقت الكافي باش يستوعبوا الصدمة، ويختار السيدة اللي راه تدخل دارو بعناية فائقة، تكون حنينة وتخاف الله باش تبدد المخاوف ديال البنات. ولكن واش الغربة هي الحل؟ الغربة كتزيد غير الشوق والآلام، والواحد ما كيرتاح غير في بلادو وبين ناسو. إذن الخلاصة ديال هاد الروينة كاملة هي أننا محتاجين لثقافة الحوار العائلي الصريح، محتاجين نجلسوا في الطبلة ونهضروا بلا خوف وبلا طابوهات. الأب يقول أنا محتاج، والبنت تقول أنا خايفة، ونتناقشوا ونوصلوا لحل وسط. أما لغة التهديد والوعيد ولغة أنا ولا هي ما كتوصل حتى لشي نتيجة، كتزيد غير الطين بلة. وحنا في أطلس تايمز غنبقاو متبعين هاد القضية، كاين باش نفهموا ونستافدوا وباش نكونوا صوت العقل في زمن كتر فيه الجنون. وقبل ما نختموا بغينا نوجهوا رسالة لكل أب وأم، تهلاو في ولادكم وسمعوا ليهم. ورسالة لكل ولد وبنت، رحموا والديكم وراعيوا لظروفهم. راه الوالدين ما كيتعوضوش والوقت كيجري، وما حدكم مجموعين، اغتنموا الفرصة وصفيوا القلوب، راه الدنيا ما دايماش، والرابح هو اللي خرج منها بقلب سليم وذكرى طيبة. كان هذا تحليلا شاملا وعميقا لما يجري خلف الكواليس في قصة الحساكي وبناته. كنتمناو نكونوا توفقنا في نقل الصورة كما هي بلا زيادة ولا نقصان. ما تنساوش تدعمونا بالإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد ديال أطلس تايمز. تهلاو في راسكم وفي الناس اللي عزاز عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.